السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة حبايبي معانا فيديو مختلف شوية، بس ان شاء الله هيعجبكم. الاول بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب مطبخ شهد. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. الأول كده هنسمي ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتوا شايفين كده أنا بطلع القرنبيط ده من الكرتونة. طبعا ده جاي لي زيارة، وزيارة من عند حماتي وحماية. طبعا هم زارعين بنجر، والبنجر اللي أنا كنت بشتغل فيه قبل كده، وجبت الفيديو معاكم. وطبعا بعتولي الزيارة ديت. وطبعا حماتي بقى قالت لي ايه، وريني شطارتك كده يا مرات ابني واشوفك هتعملي ايه في الحاجه ديت، هتسيبيها بقى ان هي تبوظ عندك يعني، ولا اشوفك هتعملي فيها ايه. فطبعا القرنبيط هو شكله كده ما تخافوش، بس طبعا هو حلو وجميل. ده طبعا علشان هم بيسرحوا يجيبوه على العربيه والحماره من الارض. فالحاجات ديت كده يعني من العربيه. طبعا العربيه عربيه خشب، والحاجة بتتحط عليها كده في شكاير، في غصب عنهم يعني الحاجة بتتعاص منهم. بس طبعا قبل ما نعملها هنشوف احنا هنعمل فيها ايه، وهننضفها وهنرجعها زي الفل، ونخليها حلوة وجميلة. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه في الكرنب اللي جالنا ده وفي القرنبيط. طبعا انا لما هاجي اعمل مش هستخدم الكرنب ده كله ومش هستخدم القرنبيط ده كله، لا طبعا لازم بقى اتصرف واشوف انا هعمل ايه، واقول لها واعرفها ان انا هعمل ايه. مبدئيا كده جبت الصينية بتاعتي وقعدت في الارض عادي جدا، انا مش بصراحة مش هشتغل وانا واقفة. فجبت الصينية ومعايا الطبق اللي هحط فيه، ومعايا القرنبيط بالشكل ده كده هقطعه زهرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضفه كويس جدا. طبعا احنا اتفقنا ان الحاجات اللي فيه ديت هتتغسل وهتنزل، لان ديت يعني حاجة كده متسخة من العربية ومن الشكارة اللي كانت محطوط فيها الحاجات دي. طبعا القرنبيط ده مزروع في الارض والكرنب ده مزروع في الارض. طبعا نضفت كل القرنبيط بالشكل ده كده وحطيته في الطبق، ونضفت الصينية. وانا قاعدة بالمرة جبت الكرنب وهعمله قبل ما اقوم اقف على الحوض، وهنضف كل خضاري وانا قاعده. باخد بقى قلب الكرنبايه بالشكل ده كده، علشان انا هستغله برضو مش هرميه. احنا لازم نستغل اي حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده، ما نرميش اي حاجه ابدا. طبعا الورق الاخضر بنشيله، والورق اللي هو في القلب هقول لكم انا هعمل فيه ايه. بعد كده جبت حله وجبت المصفى بالشكل ده كده، وبدات بقى اغسل القرنبيط بالشكل ده كده. شايفين اللهم بارك. طبعا غسلت القرنبيط اهوت، وبدأ ان هو ينضف معايا ويكون ابيض زي الفل. وطبعا الشمس هي اللي يعني النور الساطع ده الشمس في المطبخ، علشان انا بحب ادخل الشمس في المطبخ. طبعا لازم تغسلي القرنبيط قبل ما تستخدميه، علشان في ناس بتجيبه تقطعه وتنزله في المية على طول، فما ينفعش ابدا. كده خلاص انا غسلت القرنبيط وسبته في المصفى يتصفى تماما وينشف تماما تماما. وهقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. وشفتوا بقى قلب الكرنب انا قطعته بالشكل ده كده وسبته في الطبق برضو، هنزل عليه الميه وهغسله حلو جدا جدا جدا. هعمل فيه ايه قلب الكرنب ده؟ بصراحه احنا بنحبه مخلل، بيكون طعمه حلو جدا جدا. وكمان هحط عليه شويه قرنبيط واقلبهم كده على بعض، وبعد كده اخللهم عادي جدا جدا. بعد كده حبايبي جبت بقى الصينيه بتاعتي، حطيتها على البوتاجاز بالشكل ده كده. وكنت حاطه حله على النار فيها ميه وملح وكمون. وطبعا علشان اعمل ايه؟ علشان اسلق الكرنب. هبدا كده انزل باول واحده. طبعا احنا معانا 3 كرنبات، وهبدا ان انزل باول واحده بالشكل ده كده، وهغطي عليها لمده دقيقتين 2. بعد ما اغطي عليها كده لمدة دقيقتين 2، هي كده القلب بتاعها بقى البخار هيطلع عليه ما شاء الله. وبعد كده ابدأ بقى ان اقلبها الناحية التانية بالشكل ده كده. وفي الناحية دي بقى انا هاخد دقيقة واحدة بس. يعني الكرنب لما بيتسلق بياخدش اكتر من 3 4 دقايق بالاغلبية. ليه؟ علشان ما يتهريش مننا واحنا بنعمله. وكمان احنا هنحطه في الفريزر، فعلشان ما يتهريش اكتر لما نحطه في الفريزر.
كده بقى بدأت ان اطلع ورقة 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 كده الف حوالين الكرومبة، وبعد كده اخر حبة بشيلهم هيلا بيلا كده بالمقصوصة. بحطه بقى على الصينية متفرد بعيد عن بعضه بالشكل ده كده، علشان ما ينزلش على بعضه وهو سخن يتهري. بعد كده حطيت الكرومبة التانية وسلقت كل الثلاث كرومبات، وده كان الكرومب معايا ما شاء الله جميل وحلو ازاي، وحطيته برد تماما تماما. قبل ما اجي يمه خالص لازم يبرد تماما. وده كان القرنبيط لما غسلته وسبته الصفة ونشف تماما. وده كمان قلب الكرومب اللي هنعمله مخلل، وحطيت عليه شوية قرنبيط واي حاجة صغيرة هتفضل في المصفى هحطها عليه. القرنبيط ده لما بينزل في المية المغلية بيكون ابيض ابيض ابيض. والله هوريهولكم ان شاء الله وانا بعمله معاكم بعد كده في فيديو تاني. مش هعمله في الفيديو ده، هوريكم ان اللي فيه ده مش وساخة ولا اي حاجة، ما تخافوش، لان دي حاجة مزروعة في ارضنا، بس هي بتتبهدل مننا بس واحنا جايبينها من الارض. فاللهم بارك. وهوريكم قلب الكرنبايه دلوقتي وهي لسه خضرة، بس طبعا لما يستوي برضو هوريهولكم تاني وهوريكم ان ده خلاص ما فيهوش اي حاجه خالص. تعالوا بقى نحتفظ بالقرنبيط ونشوف احنا طريقه حفظه ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا ما بسلقش القرنبيط ولا بنزله في ميه مغليه، انا بحتفظ بيه على وضعه كده، طريقه جميله جدا جدا وانا جربتها. وبجد اللي كانت قايله لي عليها اختي بصراحه، يعني اللي كانت قالت لي عليها هي اختي وجربتها. طبعا عايز تحتفظي في اكياس ثلاجه مفيش مشكله. عايزه انا طبعا الاكياس دي متوفره عندي جدا، الكبيره ديت بتاعه عيش الاشتراك بتجيني كل يوم كيس، فمتوفره عندي فانا هعبي فيها على طول. بعد كده جبت طبق وقطعت بقى الكرنب بالشكل ده كده. وتقطيع الكرنب هنا على حسب ما انت عايزه وعلى حسب رغبتك، كبير صغير زي ما تحبي. طبعا هقطع بقى الاخضر في جنب والابيض في جنب علشان لما اجي اعبي اشيل كله لبعضه. خلاص هنا كنت قطعت كل الكميه بالشكل ده كده. هبدا بقى ان اجيب عايزه اعبي في اطباق في اللي ماشي، عايزه اعبي في اكياس ثلاجه ماشي، المتاح عندك والمتوفر عندك وعلى حسب المكان اللي انت هتحطي فيه مفيش اي مشكله. انا هنا عبيت في طبق الفل بالشكل ده كده، وهجيب كيس تلاجة برضو وهعبيه وهملاه. طبعا زي ما قلتلك بعبي اخضر وابيض ويشيل بعضه. وده كان الفيديو بتاعي ودي طريقتي في تخزين القرنبيط والكرنب، عملته بالشكل ده كده. وكمان جبت بقى المخلل اللي انا هعمله. بس هنا حبيت اوريكم قلب بس القرنبيطه ابيض وعامل ازاي ما شاء الله جميل جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه خالص. وما شاء الله لما تخلل كان طعمه تحفة 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 تحفة. يعني احنا خلصنا المخلل ده قبل ما اسجل الفيديو. بجد بجد جميل جميل جميل، والحاجة لما بتتراعى بإيدينا بتكون حلوة جدا جدا وجميلة جدا جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بحاجة، ويا رب تكون طريقتي في تخزين القرنبيط عجبتكم وفي الكرنب كمان. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، يا رب دمكم نعمة في حياتي. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير، وأسيبكم في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.